السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا بخير. قبل شوية انتهت مباراة سان داونز والهلال السوداني بالتعادل 1-1. طبعا أهدر هدف الفوز أطهر الطاهر، طبعا لاعب الهلال في الدقيقة الأخيرة من المباراة، والمباراة انتهت بالتعادل، والتعادل في صالح الأهلي. طبعا كان الأهلي لو كان الهلال كسب كان خلاص رسميا الأهلي تم إقصائه من البطولة، ولكن المباراة والتعادل دوت في صالح النادي الأهلي. طبعا يعني كان خروج الاهلي هيكون فرصه كبيره قوي لسان داونز ان هو ياخد البطوله دي، لان الاهلي طبعا من الفرق المرشحه على البطوله، هو رقم واحد مرشح على البطوله. الهلال السوداني طبعا زي ما شفنا اداؤه في الملعب، يعني سان داونز مش بيلعب بكل، يعني سان داونز مش بيلعب بنفس اللعب بتاع ماتش الاهلي اللي فات. سان داونز بيلعب ماتش عالي جدا، يعني كان ناقص يدخل اهداف المباراه في نفسه. يعني سان داونز كان ناقص ان هو يدخل اهداف مباراه في نفسه. طبعا الهدف الاول جابه سان داونز، وبعد كده تعادل للهلال لاعب الهلال عبد الرحمن تقريبا. انما كل الفرص دي وكل اللعب ده، وطبعا حارس الهلال متواضع جدا، حارس الهلال ابو 20 للاسف متواضع جدا. يعني مع كل الاحترام لفريق الهلال ولكل جمهور الهلال السوداني، طبعا الاهلي عنده فرصه كبيره جدا ان هو يتاهل المباراه اللي جايه باقل نتيجه. 1-0 يصعد الاهلي، 1-0 يصعد الاهلي رسميا للدور القادم. طبعا لان بالمواجهات المباشره الهلال السوداني كان فاز على الاهلي 1-0، ف1-0 هتتأهل. هيرجعوا لفرق الأهداف، فرق الأهداف في صالح الأهلي، لأن الأهلي أكتر فريق سجل أهداف في فريق القطن اللي هو حصاد المجموعة، تقريبا سجل 7 أهداف. فبنسبة كبيرة خلاص رسميا الأهلي هيصعد للدور القادم. وطبعا في ناس هتقول لك ده الماتش لسه ما لعبش، بقول لك الأهلي لعبته رجالة، الأهلي لعبته رجالة. وكمان الأهلي هيندم سان داونز على الخماسية اللي خدها الماتش اللي فات. واحد هيقول لي ازاي؟ سان داونز كان عنده فرصة كبيرة ان هو يقصي اول منافس في البطوله. النهارده سان داونز لو كان خسر كان ده في صالح سان داونز. خساره سان داونز النهارده كانت مكسب للبطوله او مفتاح ان هو يفوز بالبطوله. ماشي، لما تطلع او تقصي اهم فريق في القاره الاهلي، الاهلي هو المرشح رقم واحد للبطوله. طبعا فريق محظوظ بطريقه رهيبه، فريق محظوظ بطريقه رهيبه، ولا عشان احنا كزملكاويه كنا بنشجع الهلال؟ انا مش عارف. لما فريق الهلال يضيع ضربه جزاء في الدقيقه 90 بعد ما كان الاهلي خلاص بره البطوله، الاهلي كان بره البطوله، الاهلي كده رجع البطوله رسميا وعنده مباراه امام الهلال في القاهره. انا بقول لك مباراه سهله نسبيا بعد الاداء اللي انا شفته من دفاع الهلال السوداني، وبعد اداء حارس المرمى النهارده. حارس المرمى متكهرب، كل كره بتتشاط عليه متكهربه. ماشي، فالاهلي عنده فرصه كبيره ان هو يكسب المباراه اللي جايه، وهيكسب على الاقل 3-0 مش 1-0. الاهلي عاوز 1-0 ويصعد، وانا بقول لك المباراه دي هتخلص اكتر من 3-0 لصالح الاهلي، لان الاهلي هيديهم علقه كوره، علقه كوره. الاهلي لما بيقول الفرصه اللي زي دي ان هو ينتقم من اللي حصل في السودان، الاهلي هينتقم، وانا بقول لك الاهلي هيفوز. يعني انا كزملكاوي الاهلي ده تقريبا واخد كل حظ الكره في العالم، يعني الفريق دوت واخد كل حظ الكره في العالم. ما شفتش فريق محظوظ كده. ماشي، ماتش يعني ماتش الهلال وصن داونز، الهلال خلاص جاله ضربه جزاء في الدقيقه 90 واللعيبه احتفلت والاهلي بره البطوله. الاهلي رجع رسميا للبطوله. احنا كاننا نادي مثلا، النادي دوت مبني على ارض يتامى او مبني مكان جامع. انا مش فاهم النادي الزمالك ده في حاجه غلط، النادي ده في حاجه غلط، او احنا بناكل مال اليتامى. انما الاهلي ما شفتش كميه الحظ الرهيبه دي، نادي طالع البطوله خلاص، الاهلي بره البطوله، فجاه لاعب الهلال بيضيع ضربه جزاء. انا لو شايف ان التعادل ده في صالح الهلال كنت اقول لك المباراه دي متفوته، ولكن بالاداء اللي انا شفته والهجمات اللي هم ضيعوها، كميه هجمات غير طبيعيه لعيبه الهلال ضيعتها النهارده، ووصلوا للنقطه العشره. وسان داونز خلاص رسميا كده عدى، فالمنافسه هتكون بين الاهلي والهلال. المباراه اللي جايه في القاهره انا بقول لك الاهلي هيدي الهلال علقه موت بعد كل الهيصه اللي حصلت من جمهور الهلال على السوشيال ميديا وكل الجو ده. الاهلي هيصعد بكل سلاسه للدور القادم، وانا بقول لك الاهلي لو قابل سان داونز تاني هيفشخه. انا بقول لك الاهلي لو قابل سان داونز تاني في نص النهائي او في النهائي مش هيحصل اللي حصل المباراه اللي فاتت، والاهلي هيفشخ سان داونز. الاهلي ما بيدكش الفرصه مرتين، جالك الفرصه مره واحده وكان عندك فرصه ان انت تقصي الاهلي، ولكن انت رجعت الاهلي النهارده بالتعادل معاك ده. يعني الفريق دوت لو هو بيفكر صح فعليا كان المفروض النهارده ان هو الخساره بتاعه سان داونز مكسب دي. فعشان كده الاهلي رسميا في الدور القادم، والاهلي رسميا هيوصل نهائي البطوله دي. حد هيقول لي ده الاهلي بيقدم اسوأ كره، الاهلي كل موسم بيعمل نفس الفيلم في دوري المجموعات وبيصعد ياخد البطوله.
ماشي. الحادية عشرة بتطبخ على نار هادئة يا باشا. الحادية عشر للأهلي. الحادية عشر للأهلي. أنا بقول لك خدها مني كلمة. الحادية عشر للأهلي. الأهلي عنده فريق. أيوه الأهلي عنده فريق وعنده نص ملعب. الأهلي عنده لعيبة. أيوه مستواه هيهبط شوية ولكن عنده فريق. أنت فريقك ما عندكش. أنت ما عندكش. الإدارة بتاعتك دعت أهم لاعب في الفريق ومشت محمود علاء وبعت كل نجوم الفريق وما جابتش لعيبة تعوض مثلا اشرف بن شرقي ولا جابت مهاجم عدل مكان الجزيري. انما الاهلي عنده فرقتين بره ماشي. الاداء ومش كويس الثاني اداؤه كويس. فالاهلي بنسبه كبيره خلاص انا بقول لك رسميا خدها مني الاهلي صعد والاهلي هيفوز على الهلال في مصر مش اقل من 3-0 والماتش هيخلص من الشوط الاول. لعيبه الاهلي هتنزل ماشي. هتاكل لعيبه الهلال بمعنى هتاكلهم اكل بلغه الكوره ماشي. فما حدش يستنى ولا حد يقول لي ده ممكن يتعادلوا. الاهلي بقول لك هيكسب. الاهلي هيكسب مش اقل. الاهلي لما بيجي له فرص زي دي بينتقم ولعيبه الاهلي عارفه ده كويس. والنهارده عوده الروح مره ثانيه للنادي الاهلي ولعيبه الاهلي بعد التعادل بتاع صن داونز والهلال. تعادل في صالح الاهلي. فريق بره البطوله. بره البطوله فجاه سبحان الله دخل جوه البطوله. مش يمكن عشان احنا كنا بنشجع الهلال انا مش عارف في ايه. فريق واخد كل الحظ في العالم انما في فريق تاني مش عارف احنا عملنا ايه في حياتنا او النادي دوت عمل ايه علشان كل اللي بيحصل فينا ده. طبعا اداء يعني مخيب من لعيبه الهلال. وطبعا فريق متواضع يعني بمعنى كره القدم. فريق الهلال مش الفريق اللي هو يقدر يكسب الاهلي في مصر ماشي. رغم الاداء اللي انا شفته النهارده كان عنده اكتر من فرصه ان هو يكسب سان داونز ولكن هو مش عاوز يخلص الماتش. يعني كان ناقص ان لعيبه سان داونز تنزل تسجل في نفسها عشان يكسبوا. والحارس بتاعهم متواضع جدا. الشناوي ب 10 من حارس الهلال. الشناوي اللي جمهور الاهلي بيهاجمه ب 10 منه. وصل رساله من هنا لجمهور الزمالك. شوف لا شوف جمهور الاهلي وتعلم منه. ما عندوش حد كبير. جمهور الاهلي عنده الاهلي رقم واحد. انت كجمهور الزمالك خلي الزمالك عندك رقم واحد. ما تعبدش اشخاص. ما تعبدش اشخاص. الماتش اللي فات جمهور الاهلي لما اتغلب 5 من صن داونز طلع وهاجم الخطيب نفسه. طلع وهاجم الخطيب نفسه اللي جاب صفقات واللي واخد افريقيا مرتين ورا بعض. وحتى لو الاهلي يا سيدي طلع من البطوله والاهلي ناقص بطولات. الاهلي عنده 10 بطولات. يعني الاهلي لو طلع من البطوله دي خلاص وما صعدش ماشي. الاهلي عنده 10 بطولات. ايه المشكله لما اريح سنه؟ يعني الموضوع مش حوار. انما الاهلي صاعد. الاهلي خلاص رسميا بعد تعادل النهارده الاهلي صعد للدور اللي جاي. وبنسبه كبيره كان صن داونز عنده فرصه كبيره ان هو يفوز بالبطوله ولكن رجع اشرس منافس في البطوله دي. الاهلي هو اشرس منافس في البطوله دي. ولو قابل صن داونز بعد كده في دور قبل النهائي في دور النهائي هيفشخ صن داونز هيفشخهم. انا بقول لك الاهلي هيفشخهم ماشي. فاللي حصل في مباراه الخمسه مش هيتكرر تاني. اللي حصل في مباراه الخمسه ممكن يتكرر بعد 3 4 سنين انما مش هيتكرر تاني الموسم الحالي. انا بقول لك اللي هيحصل. وصن داونز للاسف كان عنده فرصه ان هو يقصي الاهلي ويرتاح منه لان الاهلي منافس شرس على البطوله. كان ممكن يقدر يتعامل مع الرجاء مع الوداد رغم الكره اللي بيقدمها طبعا الوداد والرجاء. كان عنده فرصه انما الاهلي ماشي مش هيديك فرصتين. الاهلي بيديك فرصه واحده. انت النهارده كصن داونز كان عندك فرصه تقصي الاهلي ماشي. مكسب او تعادل النهارده. التعادل ده مش هيقدمك ولا يأخرك. كده كده انت صاعد اول. تعادل النهارده احيا فرص الاهلي من جديد. والاهلي ما بيضيعش الفرصه الاخيره ديت. زي هدف كده جه في البلاس 90. عارف انت الهدف اللي الاهلي بيجيبه في الدقيقه 93 95 اهو ده النهارده هدف او تعادل صن داونز. ده الهدف اللي جابه الاهلي في الدقيقه 90 والاهلي ما بيضيعش الفرص اللي زي دي. فانا بقول لك الاهلي بنسبه كبيره الاهلي صعد الى الدور القادم. واهلي هيندم صن داونز على الخماسيه بتاعت الماتش اللي فات وهيندم صن داونز ان هو ما خسرش النهارده. انا بقول لك الاهلي هيندم صن داونز. الاهلي كده لما يطلع من الاهلي الماتش اللي جاي بنتيجه كبيره او في دور قبل نصف النهائي او الدور النهائي لما الاهلي يكسب صن داونز ويطلعه بره البطوله صن داونز ساعتها هيقول يا ريتني كنت خسرت ماتش الهلال. كده كده الصن داونز الماتش اللي جاي عنده القطن فكده كده صن داونز هيصعد اول. كده كده صن داونز هيصعد اول. فالنهارده يعني حظ رهيب للاهلي بعد ما كان الاهلي بره البطوله في الدقيقه 90 الاهلي رجع للبطوله وصن داونز احيا امال الاهلي. وحارس صن داونز بعد ما صد ضربه الجزاء احيا امال الاهلي. طبعا حد هيقول لك انتوا بتحفلوا علينا. يا عم عادي الكوره مكسب وخساره. طبيعي ان انا احفل عليك يوم انت تحفل عليا. يعني ايه المشكله ما انت بتحفل عليا وده طبعا عادي. لو حاجه هتكون تفرح الناس فمش مشكله. خلي عندك روح رياضيه عادي. ايه المشكله؟ التحفيل مش حرام يعني او مش موضوع يعني عادي. انا احفل عليك النهارده تحفل عليا بكره. الكره خليها بروح رياضيه. خلي التحفيل بروح رياضيه. ما حدش يزعل ويخنق نفسه ان حد بيحفل عليك عشان فرقك خسر. هي في الاول وفي الاخر كوره. هي في الاول وفي الاخر كوره ومش نهايه العالم.
وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهارده، اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.